رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد تثقيف موظفي الأمم المتحدة في محاضرة يشرف عليها شخصيا بشأن التاريخ اليهودي. هذا ما تفتقت به قريحة نتنياهو الذي أثار غضبه قرار صدر عن اليونسكو الشهر الماضي بشأن إدانة اعتداءات وتدابير غير قانونية إسرائيلية ضد حرية العبادة للمسلمين في القدس، حيث لم يذكر النص التسمية اليهودية للحرم القدسي، كما شعر بنفس الغضب لعدم استعمال تسمية حائط المبكى في نص القرار، بل وضعت تسمية الحائط الغربي عوضا عنه بين علامتي تنصيص. حرب الأسماء هذه بين الفلسطينيين والإسرائيليين ليست جديدة، بل هي فصل جديد في مسلسل قديم بدأ منذ إقامة دولة إسرائيل، وما يزال مستمرا مع سعي إسرائيل لإثبات الجذور التوراتية في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون طائل. التاريخ يخذل إسرائيل مجددا ويثير سخط الحكومة الإسرائيلية. منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والفنون اليونسكو تقرر وضع علامتي تنصيص حول اسم الحائط الغربي، وهو الاسم الذي تعتمده إسرائيل لحائط البراق، كما تعتمد كذلك اسم حائط المبكى. وترى إسرائيل أن علامتي التنصيص هي تشكيك في علاقة اليهود بهذا الحائط الذي يحد الحرم القدسي من الغرب، وهو ما أثار غضب إسرائيل. ليست هذه المعركة الأولى بين إسرائيل واليونسكو، فقبل عام ثبتت اليونسكو اسم المسجد الأقصى ورفضت الدعاوى الإسرائيلية باعتباره جبل الهيكل حسب التسمية الإسرائيلية، أو ما يسمى بالإنجليزية تمبل ماونت. اليونسكو اعتمدت بشكل أساسي على نتائج عمليات الحفر والتنقيب الأثري التي تجريها إسرائيل في القدس، والتي فشلت في إثبات وجود ما يعتبره اليهود هيكل سليمان. لكن إسرائيل دأبت على سياسة فرض الأمر الواقع بتغيير أسماء المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، بل وسرقة التراث الشعبي الفلسطيني ونسبه إلى اليهود. الكوفية الفلسطينية الشهيرة روج لها التجار اليهود لدى الأوروبيين على أنها جزء من التراث اليهودي، بل حتى أن إسرائيل لم تتورع عن محاولة تهويد أسماء مأكولات عربية وفلسطينية لإضفاء البعد التاريخي الذي تروج له دون ما يدعم ذلك من أدلة أثرية كافية، سواء داخل الخط الأخضر أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67. ينضم إلينا الآن من القدس مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات وخبير الاستيطان في بيت الشرق الأستاذ خليل التفكجي. أستاذ خليل، مساء الخير، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. السيد نتنياهو يقول عن قرار اليونسكو بأنه قرار سخيف، هذا قرار سخيف آخر من منظمة الأمم المتحدة، ويريد تنظيم محاضرة يعني يثقف فيها موظفي الأمم المتحدة بشأن التراث والتاريخ اليهودي. تعليقك على ذلك بداية؟ هذا يدل على أن الجانب الإسرائيلي قد فشل في كثير، وخاصة أن العرب بدأوا اليوم يستخدمون المصطلحات العربية. حقيقة ما يتكلم فيه نتنياهو هو نتيجة أنه يريد أن يروي الرواية اليهودية كيفما يشاء دون أن يكون هنالك رادع من الجانب العربي، وخاصة المثقفين والمتعلمين منهم وأصحاب الآثار. هذا الموضوع الذي نتكلم عنه بتغيير الأسماء والمسميات هي ليست وليدة بالأمس ولا وليدة قيام الدولة العبرية. هي عندما بدأت بعملية تهديم القرى الفلسطينية، وبدأت بتحويل الأسماء العربية إلى أسماء عبرية، كما يحدث الآن في داخل مدينة القدس عندما يتم عملية خلع الأسماء وإعادة تسميات. لأنه الصراع اليوم الذي يتم هو ليس فقط بناء استيطاني، بل نحن الآن نتكلم عن عملية خلع ورواية يهودية بأسماء يهودية، بحيث تجري عملية مسح أدمغة بالكامل. نحن عندما نتكلم عن حائط البراق، الجانب الآخر لا يعترف أن هنالك حائط براق، بل يعترف أن هنالك المبكى، والمبكى هو جزء من الهيكل الذي تم تدميره في سنوات سابقة في نبوخذ نصر. وهنالك أيضا قضية قبة الصخرة ومكان قبة الصخرة، هو يريد أن يضع جبل الهيكل، بمعنى أن الهيكل في هذا المكان كان في هذا المكان، ويريد أن يغير التاريخ ويلوي التاريخ من أساسه ليروي الرواية اليهودية. هو لا يستحي أن يقول أنه يريد أن يرسل أشخاص من أجل الرواية اليهودية، ونحن نقول له فإننا قد انتصرنا لأول مرة عندما اجتمع الخبراء في عمان
وقرروا أن ساحات المسجد الأقصى ليست هي ساحات بل هي صحن المسجد، وأن المسجد الأقصى هو المسجد الأقصى، وأن قبة الصخرة هي قبة الصخرة. ولكن السؤال أستاذ خليل هو إلى أي مدى يمكن أن تلتزم إسرائيل بهذه التعريفات عندما نتحدث عن صحن المسجد الأقصى وليس عن الباحات؟ طبعا هذا كله مرتبط بالاقتحامات